السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سنة أولى. أهلا بكم في درس من دروس نافذة اللغة العربية. إن شاء الله النهاردة يا سنة أولى هنكمل المراجعة بتاعتنا ونشوف مع بعض أول سؤال. السؤال الأول بيقول لي ضع الحرف الناقص بحركته مكان النقط. مديني كلمات وناقصها حرف، عايزنا نحط الحرف الناقص ويكون بالحركة بتاعته. تعالوا نشوف الكلمات. أول كلمة عندي كلمة إيه؟ كلمة كتاب. كتاب يبقى ناقصها حرف الكاف. كاف كسرة كتاب. الكلمة التانية عندي كلمة ايه؟ عصفور. عصفور يبقى ناقصها عين ضمة. عصفور. الكلمة التالتة اللي عندي كلمة ذيل ناقصها ياء سكون عشان انا وقفت على الياء. ذيل. آخر كلمة عندي كلمة طبيب. طبيب يبقى ناقصها طاء فتحة. طبيب. السؤال اللي بعد كده رتب الحروف وكون كلمة. مديني حروف متلخبطة وعايزنا ارتبها واكون منها كلمة صحيحة. أول حروف عندي راء فاء ظاء، هتبقى كلمة ظفر. الحروف اللي بعد كده باء راء كاف ميم، لما رتب الحروف هتبقى كلمة مركب. آخر حروف عندي همزة على السطر واو دال ألف مد، لما رتب الحروف هتبقى كلمة دواء. السؤال اللي بعد كده اكتب اسم الصورة. مديني بعض الصور وعايزني اكتب اسم كل صورة. أول صورة عندي صورة إيه؟ برافو، صورة عين. الصورة التانية صورة رمان. نكتب رمان. الصورة التالتة اللي عندي صورة إيه؟ هدهد. آخر صورة عندي صورة شجرة. السؤال اللي بعد كده اختر الإجابة الصحيحة. مديني أسئلة وعايزين نختار الإجابة الصحيحة. أول حاجة عندي بيقول لي كلمة طيور بها مد بالألف ولا بالواو ولا بالياء؟ كلمة طيور فيها مد. برافو، بالواو. كلمة طيور فيها مد بالواو. كلمة آخرها حرف اللام، يعني في الآخر خالص حرف لام، هتبقى كلمة لبن ولا ثلج ولا حبل؟ طبعا كلمة آخرها حرف اللام تبقى كلمة حبل. آخر حاجة عندي كلمة بها قاف فتحة. كلمة بها قاف فتحة هتبقى كلمة صقر ولا قمر ولا قرد؟ طبعا كلمة بها قاف فتحة هتبقى قمر. ودي كان نهاية مراجعتنا النهاردة مع بعض يا سنة أولى، ونلتقي إن شاء الله الحصة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.